السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا جماعه ان شاء الله هعمل لكم الفسيخ هعمله بطريقه سهله وبسيطه، ومش هيكلفك اي حاجه، علشان طبعا احنا لازم نجيب الفسيخ الايام دي، علشان الفسيخ بره بقى غالي جدا. لو انت هتشتريه على العيد هتلاقيه غالي قوي، تكلفته هتكون عالية يعني عليكي. فانت علشان توفري التكلفة العالية دي تعملي الفسيخ في البيت، ويبقى انت اللي عاملاه، وانت ضامنة طبعا انت عاملاه ايه وعارفة انت عاملاه ايه. ف هنجيب مثلا هتجيب الكمية اللي انت محتاجاها، كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو او 4 كيلو، على حسب ما انت بتاكلي، وعلى حسب ما انت هتعملي كمية تكفيكي انت مثلا. على حسب الكمية انت محتاجاها، مش فارقة هتكفي مين او مين. بس كده انا النهاردة ان شاء الله هبدأ لكم في الطريقة ديت، وهي الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا، واي حد يقدر يعملها بأبسط حاجة. يا ريت بس قبل ما نبتدي الفيديو، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس علشان يجيلكوا اي حاجة جديدة انا بنزلها، واكتبولي كومنت حلو لو عجبكم الفيديو. اول حاجة يا جماعة انا هجيب السمك البوري، هجيب منه الكمية اللي انا محتاجاها زي ما قلتلكوا، والطبق اللي موجود فيه ملح. فانا هفتح راسها كده شبه ما انتوا شايفين، وهحط كمية ملح، بس هتكون كمية مش كبيرة قوي ومش قليلة قوي، زي ما انا حاطة كده بالظبط، علشان لو حطيتش كمية كبيرة الفسيخ نفسه هيكون حادق في الاخر لما يجي يتحدق يعني. بس وبعد كده هتغمسي كل السمكة كده جوه الملح، وتشيل على قد ما تشيل. انا عامه الكميه دي كلها انا كنت عاملاها، بس كان فاضل لي فيها سمكتين بس. فكنت اصلا مش هصور الفيديو، بعد كده قلت لا اصوره عشان الناس كلها تستفيد معايا وما استفادش لوحدي. اهو يا جماعه، دي كانت كده السمكه التانية اللي هي فاضله، اللي انا كنت لسه ما عملتهاش في الطبق ده بس يعني. اهو زي ما قلت لكم، حبه ملح كده، مش كتير قوي، في النخشوش ده، في نخشوش السمكه من هنا ونخشوش السمكه من هنا. وبعد كده هنمسك اكننا هنقليها كده، بس تكون بالملح بقى. عارفين لما بتعملوا السمك كده في الدقيق؟ لا، هي بقى ده ما تعملها في الدقيق تعملها في الملح. بس كده، كده احنا عملنا الكمية بتاعت الملح كده زي ما انتوا شايفين. كمية الملح تكون مش كتيرة، علشان السمك نفسه او الفسيخ نفسه لما يتعمل بعد كده ما يبقاش حادق معايا ويبقاش طعمه وحش يعني. اهوت. وبعد كده هجيب البرطمان اللي انا هعبي فيه الفسيخ، اللي انا هعمل في الفسيخ يعني، وهعبي فيه السمك كده، واكون انا رصاهم بايدي واحده واحده. اهو زي ما انتوا شايفين كده انا برصها. اهو برص السمك جوه البرطمان. اهو يا جماعه، يا ريت يا جماعه ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجه جديده انا بنزلها. وبرده يا جماعه احنا طبعا عشان داخلين على العيد اهوت، كل سنه وانتم طيبين، ورمضان برضو كمان كام يوم اهوت. ان شاء الله يتعاد علينا وعليكم بخير، الايام دي بخير ان شاء الله باذن الله. احنا لازم لو احنا هنعمل فسيخ نعمله في الفتره دي كده. ممكن مثلا اخرج قوي ان تبداي اول يوم رمضان، تاني يوم رمضان، هيقعد شهر كده يبقى حلو قوي معايا. وممكن اول اسبوع من رمضان ممكن ما يكملش الشهر كمان، عادي جدا. بس الاحسن انت تبداي من دلوقتي يعني. انا والله عاملاه لكم بدري كمان، هنزل لكم الفيديو بدري. يا ريت بقى تلحقوا تعملوه وتقلدوا نفس الطريقه. والطريقه دي مضمونه 100% يا جماعه. انا على طول يعني بنعملها عندنا في البيت كده، بتتعمل على طول كده بنفس الطريقه، والفسيخ بتاعنا بيطلع جميل جدا، وبيطلع طعمه حلو قوي يعني. هو ده الطريقه تاني عشان اللي ما شافش من اول الفيديو. اهو تملي النخشوش حبه ملح، مش كتير قوي ومش قليل قوي، وبعد كده تعمليها كده.
وطبعا في العيد بقى في اللي بياكل فسيخ، وفي اللي بياكل رنجة، وفي اللي بياكل السمك الصغير ده اللي بيبقى اللي احنا بيبقوا محدقينه برضو، اللي هي الملوحة مثلا او اي حاجة. مش فارقة يا جماعة، كل واحد ياكل اللي هو عايزه، كل واحد طبعا اكيد بيحب اللي هو عايزه. ده طريقة الفسيخ. ولو حد عايز طريقة اي حاجة تانية يكتب لي في الكومنت، وانا ان شاء الله باذن الله هعمله الطريقة اللي عايزة. وبرضو انا لما الفسيخ يتحدق هاجي يوم العيد كده او قبل العيد طبعا بشوية، هفتح لكم الفسيخ وهوريه لكم، وهنزل فيديو تاني بيه. هوريكم الفسيخ وجماله. بس بس انا برضو دلوقتي يعني مش هينفع استنى لحد ما النتيجة تظهر وكده، نتيجة التحديق اللي هو يعني الفسيخ وكده لما تظهر، علشان انا عايزة اوري الناس اللي هي لسه مش عارفة تعمله عشان تعمله هي كمان. دي كانت بقية الكمية اللي معانا عملناها، وهنرجع نكمل ونحطها في البرطمان. بعد كده هنجيب ليمون بقى، نجيب 3 4 ليمونات ونعصر الليمون فوقيه زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، 3 او 4 ليمونات يا جماعة. وبعد كده هنقفل البرطمان جامد قوي، او هنجيب كيسة كده، اي كيسة عندنا، وهنقفل بيها البرطمان عشان اللي هو يتقفل جامد خالص وما يدخلش جواه هوا ولا يطلع منه هوا. اهم حاجة يا جماعة تلتزموا بيها او تعرفوها، ان هو ولا يدخل هوا ولا يطلع هوا. وتتأكدوا طبعا كويس ان البرطمان دوت مش مسرب ولا مخروم ولا اي حاجة. وبعد اسبوعين كده بتفتحوه وتهووه شوية وتقفلوه